واحد من اعظم ملوك مصر القديمة، رعب كل ملوك العالم في وقته، والناس قالت عليه ان هو فرعون موسى. الملك رمسيس الثاني. رمسيس الثاني ابن الملك سيتي الاول، ثالث ملوك الاسره 19، وصاحب اكبر تمثال وهو اللي انتصر في معركه قادش، وصاحب معاهده السلام اللي كانت مع ملك الحسيين واللي اتجوز ساعتها بنته، واللي بنى معبد واللي صورته لحد الان موجوده على الجنين المصري. اتكلمنا عن المعبد دوت الفيديو، هتلاقي اللينك موجود تحت في الوصف. وارتبط اسمه بفرعون موسى، ولحد الان لسه في ناس مقتنعه بعد الادله وانه غلط، لسه مقتنعين ان رمسيس الثاني هو فرعون موسى. المصريين مصدقين الكلام ده بكل اسف، بس دي وظيفتنا ووظيفتكم كاعلام تفهموهم الحقيقه. عرفوهم اللي قاله زئيف هيرتوغ استاذ الاثار في جامعه تل ابيب يونيفرسيتي وهو يهودي، وعرفوهم اللي قاله فينكلشتاين وسيلبرمان في كتابهم الرائع 440 صفحه اللي هو التوراه اليهوديه مكشوفه على حقيقتها. اعظم سيده اللي هي كريستين لاروش دو نابلكور طلعت كتاب اسمه رمسيس الثاني، ملوش دعوه بقصه الخروج دي خالص بتاعت فرعون والى اخره، اسمها كريستين لاروش دو نابلكور صاحبه المليون نسخه، واللي تدافع عن رمسيس الثاني. واول دليل عندنا ان رمسيس الثاني مخلف عكس فرعون موسى، واللي وقتها مراته قالت له اتبنى ساعتها موسى، زي القصه اللي كلنا عارفينها. وبعدين رمسيس كان عنده 108 ولد وبنت، ده يتعارض مع القران كمان. الفكره دي اللي بدا يسوقها في البدايه هي الصهاينه، هم الصهاينه طبعا اليهود. والدليل الثاني انه فرعون موسى ملوش اي اثار موجوده، ربنا سبحانه وتعالى دمرها كلها، عكس رمسيس الثاني واللي اثاره لحد الان موجوده في كل مكان في مصر. ونيجي للموميا بتاعته واللي هي اهم وادق موميا معموله، لحد في ناس تخيلوا شكل رمسيس الثاني، ونيجي في عهد الرئيس الراحل محمد انور السادات، وان الموميا بتاعته كانت بتاعت رمسيس الثاني كانت لازم تسافر، وسافرت فرنسا بحجه ان هي عايزه ترميم وانها بدات تتحلل. كان في بكل اسف طبيب يهودي صهيوني الهويه من المغرب كان اسمه موريس بوكاي، هو موريس ابو خيا. هذا الرجل تصادق وتصاحب مع ابو وفي عديل السادات، وقال ناخد رمسيس الثاني، قال ايه ندرسه. وغير الباسبور اللي اتعمل باسم ملك من ملوك مصر، والاستقبال العظيم اللي حصل للموميا هناك في فرنسا. الموشى ديان سافر فرنسا سرا علشان يشوف الجثمان بتاع رمسيس الثاني، وراح وشافه وضربه برجليه. ده انت يومك اسود، يومك اسود، يومك اسود. بكره الشديد عشان هو مقتنع ان رمسيس الثاني هو فرعون موسى واللي خرجه من مصر. فضيحه عشان يوري العالم كله ان ده فرعون خروج. اخرجتنا من مصر احياء واخرجناك من مصر ميتا، ان العدو وان تقادم عهده فالحقد باق في الصدور مقيم. الفضيحه الاكبر بقى، التلفزيون الفرنسي اعلن للعالم كله ان هيعرض اعظم حدث في التاريخ، وانه هيعرض موميات الملك لمده 20 دقيقه عريان من غير اللفائف بتاعته. وكمان واحد من الطاقم الطبي اللي هو مسؤول عن ترميم المومياء يسرق شويه خصات شعر من الملك رمسيس. انا اسود على الكلام. ومظاهرات بقى تنزل في فرنسا، وعلى طول مصر خدت قرارات دوليه الطالب ان الموميا ترجع مصر، والقبض على الطاقم الطبي كله. طب الحمد لله. طب ما ده حلو ده. ما الحمد لله. حلو ده. انا ما اعرفش. هو المفروض انه له حلو. انا ما اعرفش. ما انا لو اعرف كنت قلت. لا حلو. لا طب حلو. بعد ما اتقبض عليهم رجع كل حاجه اتسرقت، والموميا دلوقتي موجوده في المتحف الحضاره المصري. الله اكبر، الله اكبر، يا دعاة اللي جاب ياما، يا دعاة اللي جاب ياما. قول لي بقى انت قاعد في بيتك ومش عارف تسافر فرنسا، هو ميت من قد ايه وسافر، خليك انت كده قاعد. وفي الدموع في وقتها ساعة